أهلا بيكم. بصوا، كذب الأطفال. يمكن مفيش كلمتين بيسببوا قلق لأي أب وأم قد دول، بس تفتكروا إيه اللي بيحصل لو بصينا للموضوع من زاوية تانية خالص؟ يعني لو الكذبة دي مش علامة على إن الطفل ده أخلاقه وحشة، لأ، دي مجرد صرخة، طلب مساعدة. في الكام دقيقة اللي جايين دول خلونا نفك الشفرة دي سوا، ونشوف إزاي ممكن نحول الموقف الصعب ده لفرصة حقيقية نبني بيها ثقة أكبر مع أولادنا. وهو ده السؤال اللي بيخوف أي حد فينا. هل الطفل اللي بيكذب ده طفل سيء؟ يعني أول ما بنكتشف إن ابننا أو بنتنا كذبوا، على طول العقل بيبدأ يشتغل. هو أنا فشلت في تربيته؟ هو شخصيته فيها حاجة غلط؟ أسئلة بتقلق وبجد بتخض. طيب خلونا كده نفصص الموضوع ده مع بعض ونشوف الحقيقة فين. والإجابة ممكن تكون أبسط وأعمق بكتير من اللي بنتوقعه. الجملة دي بتلخص كل حاجة. الطفل الكذاب مش طفل وحش، هو بس ساعات بيبقى خايف أو عايز اهتمام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكذبة دي مش هي المشكلة الحقيقية، دي مجرد قمة جبل الجليد اللي ظهر لنا على السطح. تحت فيه عالم تاني خالص من المشاعر. يا إما في خوف كبير قوي، خوف ممكن يكون بيشل الطفل ده، أو في احتياج رهيب للاهتمام لدرجة إنه مستعد يعمل أي حاجة بس عشان نحس بيه ونشوفه. طيب، يبقى لازم نعرف إيه هي الأسباب الحقيقية دي، ليه الأطفال بيكذبوا أصلاً؟ لأننا لو فهمنا السبب هنعرف نتعامل صح. هما غالبا حاجتين أساسيتين مفيش غيرهم، يا إما الخوف يا إما الحاجة للاهتمام. الخوف يعني مثلا الطفل كسر حاجة فهو خايف من العقاب، أو يمكن الأكتر من العقاب هو خايف يشوف نظرة خيبة الأمل في وشنا، ده دافع قوي جدا. والناحية التانية الحاجة للاهتمام، ممكن يخترع قصة بطولة يقول إنه عمل حاجة عظيمة، كل ده ليه؟ عشان بس نلتفت له، عشان يسمع كلمة حلوة، عشان يحس إنه متشاف ومسموع. الدافعين دول بالذات هم المفتاح اللي هيفهمنا كل حاجة. طيب، لو الموضوع ده استمر وبقى عادة، إيه اللي بيحصل؟ في نتيجة واحدة، وللأسف هي نتيجة حتمية ومدمرة، وهي تآكل الثقة. الحكاية كلها بتبدأ بخطوة واحدة، مجرد كذبة يمكن في وقتها تبان إنها حل سهل وبسيط لمشكلة. لكن الكذبة دي زي ما تكون أول قطعة دومينو بتقع، بعدها على طول بتؤدي لفقدان الثقة من اللي حواليه. الأهل الأصحاب بيبدأوا واحدة واحدة يفقدوا الثقة في كلامه، وكل كلمة بعد كده هيقولها هتبقى عليها علامة استفهام. وهنا بنوصل لأخطر مرحلة، المصداقية بتاعته بتنهار تماما. تخيلوا، بعد فترة حتى الحقيقة ممكن تتقابل بعدم تصديق، يعني يجي يقول الصدق ومحدش يصدقه. ساعتها بيلاقي نفسه محبوس لوحده في دايرة من الشك، وده شعور قاسي ومؤلم جدا خصوصا على طفل. تمام، يبقى كده فهمنا الأسباب وفهمنا النتائج الخطيرة. السؤال الأهم بقى، نعمل إيه؟ إيه الحل؟ وهنا بيجي دور الأهل، الدور المحوري والمهم جدا في إننا إزاي نزرع قيمة الصدق. في قاعدة أساسية لازم نوصلها للطفل، رسالة واضحة وصريحة: الغلط مش عيب، العيب إننا نكذب. يعني لازم نفرق له بين الفعل نفسه وبين الكذب بخصوص الفعل. كلنا بنغلط، ده طبيعي، لكن العيب الحقيقي هو إننا نختار الكذب عشان نهرب من مواجهة الغلط ده. طيب، والكلام ده نطبقه إزاي على أرض الواقع؟ ببساطة، لما الطفل يجي ويعترف بغلطة، في 3 خطوات سهلة بتخلق له مساحة أمان. أول حاجة، اسمعوهم. اسمعوا بجد، بهدوء ومن غير مقاطعة. تاني حاجة، شجعوهم. كلمة زي أنا فخور بيك عشان قلت الحقيقة بتعمل مفعول السحر. تالت حاجة، ودي الأهم يمكن، ما تخوفوهمش. رد الفعل الهادي هو اللي هيخليه يختار الصدق تاني مرة وتالت مرة. ولما بننجح في إننا نخلق البيئة الآمنة والداعمة دي، بنبدأ نشوف المكافأة النهائية، بنحصد ثمرة الصدق. والثمرة دي بتكون حاجة عظيمة جدا. أول حاجة، الطفل ده بيكبر وهو واثق في نفسه، لأنه بيتعلم إن الصدق أمان مش خوف. وثقته في نفسه دي بتخليه إيه؟ بتخليه يبني علاقات قوية وصحية، ويتحول لشخص محبوب وموثوق فيه من كل اللي حواليه. يعني ببساطة شديدة، الصدق بيبني شخصية سليمة وقوية. وفي النهاية هي دعوة بسيطة بس عميقة جدا. خلينا نربي أولادنا على الصدق، خلينا نختار إن القيمة دي تكون هي حجر الأساس في تربيتهم. وهنا أحب أسيبكم مع السؤال ده عشان نفكر فيه كلنا. إزاي تشجيع الصدق ممكن يعمل أكتر من مجرد إنه يوقف الكذب ويبني فعلا شخصية الطفل كلها؟ إزاي قيمة واحدة زي دي لما نزرعها صح بتكون هي الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة بعد كده؟ ثقته في نفسه، قوة علاقاته، وقدرته إنه يواجه العالم كله بشجاعة وأمانة.